السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد من ازاي اكون مدرب كاراتيه من تربية رياضية. ازاي اكون مدرب كاراتيه من تربية رياضية. ازاي اكون مدرب كاراتيه من تربية رياضية. هنبدأ من اول خالص. تخش الكاراتيه من وانت عندك 4 سنين. ده موعد دخول الكاراتيه من وانت عندك كام؟ 4 سنين. تمام. دخلت وانت عندك 5 وانت عندك 6 وانت عندك 10 وانت عندك 12 مش هتفرق. بس موعد دخول الكاراتيه من وانت عندك 4 سنين. تاني بند حاجة تخش الكاراتيه من 4 سنين. تاني حاجة هتسجل باسم نادي. تسجل باسم نادي. تخش الكاراتيه من وانت عندك كام سنة؟ 4 سنين. تالت بند والأهم، هتشارك في الاختبارات بتاعت الاتحاد المصري كل 3 شهور. بيبقى عاملين 5 اختبارات: 2 أصفر، 2 برتقاني، 2 أخضر، 2 أزرق، 2 بني. يبقى هتسجل في الكاراتيه، هتسجل تبع نادي، هتسجل في الاتحاد المصري للكاراتيه، النادي ده هيسجلك تبع الاتحاد المصري للكاراتيه. واخر حاجه هتشارك في الاختبارات. طول الفتره اللي انت بتلعب فيها كاراتيه اكيد هيحدث بطولات. البطولات دي لازم تشارك فيها. يعني لازم تكون مشارك في بطولات محافظه، تنشيطي، قليوبيه، جمهوريه تنشيطي، جمهوريه مفتوحه، جمهوريه رسمي. لازم تكون عملت النتائج دي عشان تشارك. هيجي عليك 14 سنه هتاخد حزام اسود. هيجي عليك 14 سنه هتاخد حزام اسود واحد دائم. طيب يا كابتن، انا بدات من وانا عندي 14 سنه، يبقى هتاخد الحزام بحزامين. هتاخد 2 اصفر، 2 اخضر، 2 اصفر، 2 برتقاني، 2 اخضر، 2 ازرق، 2 بني. كويس كده. وهتقعد سنه على البني وتاخد اسود. جميل كده. طبعا انت في حياتك بتدرس، فهتخش ثانويه عامه. الثانويه العامه دي هتجيب فيها مجموع لا يقل عن ال60%. لا يقل عن ال60%، لان هي تربيه رياضيه بتقبل من 60%. وبعدين هتروح تقدم في كلية تربية رياضية. هتقدم على القدرات قبل الثانوية، قبل ما نتيجة الثانوية العامة تطلع هتقدم على القدرات بتاع التربية الرياضية. بعد ما تقدم على القدرات هتختبر قدرات 3 أيام اللي هم جري ولياقة وهيئة ونفس ونفسي وبتاع. جميل كده. بعدها هيجيلك رسالة القبول، النتيجة بتاعتك هتكون طلعت. جميل كده. هتروح تعمل كشف طبي. الكشف الطبي ده بيتعمل لو انت في حلوان بيتعمل في جامعة حلوان، لو انت في بنها بيتعمل في الجامعة بتاعتك زي ما هي. هتروح تعمل كشف طبي. بعد ما بتتقبل باذن الله ويجي لك رساله القبول من الكشف الطبي ان انت في الكليه، بتحضر اول سنه بتدرس كاراتيه. اول سنه تدرس المواد اللي عليك، ممكن يكون فيها كاراتيه وممكن يكون فيها جودو. انت بتدرس كل الالعاب، كل الالعاب وكل الرياضات، وبتدرسهم في خلال سنتين. وفي النظري بتدرس اقسام نظري وعلم نفس رياضي وتشريح. بتدرس كل حاجه. وبتدرس كمان جمباز الموانع. بتدرس جمباز، بتدرس كل الالعاب زي جمباز، هوكي، سلة، كرة قدم، جودو، تايكوندو، مصارعة، كاراتيه، آه، تربية عملي. وبتدرس تشريح. وبتدرس علم نفس رياضي. وبتدرس عن التغذية وعن ذو احتياجات. بص، بتدرس كل حاجة. عشان كده كنت بقول لك لازم أن تكون، يصح انك تكون مدرب من وانت في تربية رياضية، لان انت بتدرس كل حاجة وبتتعامل مع كل الفئات. يعني جالك لعيب ذو احتياجات خاصة وانت مش في تربية رياضية، هتعرف تتعامل معاه؟ لا. جالك لعيب مليان، هتعرف تتعامل معاه؟ لا، لانك ما درستش تغذيه. تمام. ده اللي انا كنت بقوله لك في الفيديو اللي فات، ممكن ترجع له. لا، ازاي تبقى مدرب بس انت مش تربيه رياضيه. جالك لعيب بيخاف ويتوتر، هتعرف تتعامل معاه؟ لا، عشان انت مش دارس نفس رياضي. جالك ايه تاني؟ جالك لعيب البدني بتاعه وقع، هتعرف تتعامل معاه؟ لا، لانك مش دارس فتنس. فده الحاجات اللي انا كنت بتكلم فيها وبقول لازم تكون تربيه رياضيه. او صح انك تكون تربيه رياضيه عشان تبقى مدرب. صح كده. بس قدمت، بتتخصص في سنة تالتة. سنة تالتة بينزل بتاعك التشعيب. بتقدم. وبتقدم بتحط الرياضات الفردية في الأول. تحط الرياضات الفردية في الأول. كويس كده. بعد ما تحط الرياضات الفردية في الأول بتعمل إيه؟ بيجيلك الكلية بتاعتك بتنزل الاختبار بتاعها، فبتروح تختبر. بعد ما بتروح تختبر بيجيلك ساعتها رسالة القبول، أنت اتقبلت في القسم ده ولا ما اتقبلتش، اللي هو قسم الرياضات الفردية. دخلت في قسم الرياضات الفردية واتقبلت خلاص في قسم الرياضات الفردية، بتخش تمتحن الكاراتيه بتاعك. بتخش تمتحن في الكاراتيه. الدكتور بيختبرك، سواء كاتا سواء كوميتيه، هو بيختبرك على مزاجه. بيختبرك في الكاتا والكوميتي.
كويس كده، اختبرك كاتا واختبرك كوميتيه والموضوع خلاص كده خلص. خلاص. بس بتقضي اخر سنتين في الكليه في حياتك في الكاراتيه بس، وبتطلع تاخد شهاده التخرج وتطلع النقابه. بتقدم في النقابه شهاده التخرج ويطلع لك كارنيه. الكارنيه ده بيتعمل ازاي او ورقه ايه؟ تجيب صورتين شخصيه، وتجيب بيان حاله من النادي وبيان حاله من الكليه. طبعا انت معاك شهاده تخرج فانت مش محتاج اثبات حاله او بيان حاله. وتجيب بيان حاله من النادي اللي انت هتشتغل فيه. وبعدين بتستلم الكارنيه وتبقى مدرب في النقابه، مدرب كاراتيه في النقابه. بعد ما تبقى مدرب كاراتيه في النقابة هتاخد الشهادة. تمام. وتكون طول الفترة دي طبعا هيجيلك اختبار 2 دان، فانت هتشارك في ال2 دان. بعد ما تشارك في ال2 دان تاخد الشهادة وتاخد استمارة من الاتحاد وتطلع على الاتحاد تقدم فيه، هيطلع لك كارنيه الاتحاد. تاخد كارنيه الاتحاد تطلع بيه على المنطقة بتاعتك، هيطلع لك كارنيه المنطقة. فانت بقيت مدرب من الاتحاد ومدرب من النقابة ومدرب من المنطقة. وبالتوفيق ليك إن شاء الله، يا رب يا رب يا رب يكون ليك مستقبل كويس، وتعامل الأولاد كويس، وتعامل أولياء الأمور كويس، وتراعي ربنا في شغلك عشان المجال ده متعب بطريقة لا تطاق. بالتوفيق ليك إن شاء الله. سلام عليكم.